بفوز السيتي اخيرا بالتشامبيونز ليج. فوز ما جاش بالصدفه، فوز جه بالتخطيط. في رايي ان يعني السيتي جروب نفسه كله يعني اثبتوا، او ابو ظبي الاستثمار الرياضي وصندوق ابو ظبي الاستثماري اثبت للعالم ان العرب لما مش ناس معاها فلوس بس، لا، ناس بتعرف تخطط بشكل كويس، ناس بتعرف ان هي تحط كل واحد في مكانه، ناس بتعرف توسع الاستثمارات بتاعتها ما شاء الله. يعني دلوقتي نادي في نيويورك، ونادي والسيتي في انجلترا، ونادي تاني في الصين، وانديه يعني تخطيط وتوسع كبير جدا. انا الحقيقه سعيد جدا لاخواتنا في ابو ظبي بفوز السيتي، وطبعا وفي كل الامارات. الف مبروك للسيتي، فوز مستحق، وهم فعلا احسن فرقه في الشامبيونز ليج السنه دي. لكن بكره ماتش بالنسبه لكل المصريين اهم بكتير جدا من ماتش الفاينل بتاع الشامبيونز ليج النهارده. بكره الوداد والاهلي في المغرب في مباراه العوده. مباراه الذهاب زي ما حضراتكم عارفين انتهت بفوز الاهلي 2-1، والجول اللي دخل في الاهلي في الدقائق الاخيره خلى الماتش بتاع بكره يبقى ليه حسابات تانية خالص عند المدربين وعند اللعيبه وحتى كل الجمهور وهم داخلين المباراه 2-0 غير 2-1. هل الجول اللي دخل في الاخر ده بيدي افضليه للوداد، ولا خلى لعيبه الاهلي مركزين بشكل اكتر وان هم واكبر وان هم يستعدوا للماتش بشكل افضل؟ عشان يرد على كل التساؤلات دي بيسعدني وبيشرفني ان انا اكون ضيوفي الكابتن محمد جوده. كابتن جوده مساء الخير. مساء النور يا كابتن احمد، واهلا وسهلا بحضرتك، والحمد لله على السلامه، ودايما مبسوط ان انا مع حضرتك ومع الكابتن دودار. حبيبي دودار مساء الفل، مشرفني. ربنا يخليك يا كابتن، وطبعا مشرفنا في اسبانيا، وكان حاجه جميله جدا ان حضرتك تبقى موجود في نادي سيلتا فيجو، ودي حاجه تشرف كل المصريين، طبعا مبسوط ان انا مع جوده. حبيبي جوده، يعني هل انت كراجل اهلاوي وراجل حافظ عقليه النادي الاهلي، لما الجول دخل في النادي الاهلي في الدقائق الاخيره ده قلقك، ولا خلاك تحس ان لا لعيبه الاهلي الجون ده هيخليهم ان هم في التحضير للماتش ودخولهم الماتش بتاع بكره ان هم هيكونوا مركزين بشكل اكبر؟ لا، هو بص يا كابتن، هو الموضوع طبعا ان الاهلي يستقبل هدف، دي حاجه طبعا مش كويسه يعني. اكيد كان الافضل ان النتيجه تبقى 2-0، ويمكن اتكلمنا قبل كده ان كان في فرصه للنادي الاهلي انه يحرز اكتر من هدف. يعني مسلسل اضاعه الاهداف مستمر وبصوره تقلق شويه، لان لازم طالما في حاجه خطا مكرر اللي هو اضاعه الاهداف كان لازم نشتغل عليه اكتر. وفي عز الضغط بتاع النادي الاهلي نادي الوداد تمكن انه يحرز هدف. طب انت بتقول تشتغل عليه اكتر، يعني في ناس مثلا فلسفتها بتقول لك في التدريب شغله المدرب ان هو يوصل اللعيبه للجون، تمام، ولا يشتغل عليه ان هو انت قصدك يبقى في شغل تخصصي؟ انا ده اللي انا اقصده يا كابتن، لان الموضوع مكرر يعني حتى النادي الاهلي حتى لما بيفوز 2 و3 بيضيع مثلا ممكن 7-8 اهداف. المباراه اللي فاتت بعد الجون الثاني مباشره في 3 اهداف ضاعوا بصوره غريبه جدا. فقيمه الهدف هنا زي ما حضرتك عارف في دوري ابطال افريقيا غير الدوري المصري. الدوري المصري قلنا قبل كده ان هدف واحد يكفيك لحسم ال3 نقط، انما وقعنا ان انت تحرز هدفين فقط وتستقبل هدف، هي دي اللي عملت المشكله الكبيره. وعايز اقول هي مش مشكله في طبيعه الحال. النادي الاهلي فاز، هنقول في الشوط الاول للمباراه النهائيه رايح بمكسب مهم، عنده فرصتين لحصد اللقب، التعادل او المكسب. وعايز اقول لحضرتك ان يعني على مدار تاريخ ال10 بطولات بتوع النادي الاهلي قدر يحقق اللقب خارج ملعبه او مباراه الاياب وهي خارج الملعب في 5 مباريات، يعني نسبه نص ال 50%. 5 بطولات، يعني نسبه 50%. فحتى التوقيت دلوقتي ان احنا نتكلم على حاجات معينه انا مش هقدر اتكلم فيها. يعني انا دلوقتي ما اقدرش غير كل المسانده. برنامج حضرتك طبعا برنامج كبير ومتشاف، ويعني مش عارفين ممكن يكون اللعيبه بتتفرج، فعايز اقول ان كل الدعم والمسانده والثقه في الجهاز الفني واللعيبه، وان هم هيقدروا ان شاء الله يحصلوا على البطوله غدا ان شاء الله. يعني صحيح طبعا زي ما كابتن جوده بيقول ان كلنا بندعم النادي الاهلي، وكلنا عايزين الرساله تبقى واضحه لعيبه النادي الاهلي والجهاز وكل الناس ان مفيش اي داعي يا دودار للتشاؤم.
الناس قلقانه من ان في جون، ان الاهلي استقبل الهدف في نهايه المباراه، لكن انا ما اعرفش انت رايك زيي ولا لا. انا كنت شايف يعني انا شايف ان الجول يزعل، ده طبيعي زي ما كابتن جوده قال، وجوده قال الجول يزعل، لكن انا كنت شايف ان رد الفعل بتاع المعسكر بتاع الاهلي نفسه، بدايه من المدرب في المؤتمر الصحفي والحديث عن التحكيم وكل الكلام ده كله، كان انا في رايي ان كان لازم ان الاهلي يطلع من الماتش ما يوصلش رساله ان هو محبط، لا حتى لو انت محبط في اوضه اللبس، لا احنا كسبانين، وهو ده على فكره اللي كولر وبعد كده والناس حاولت تعدله بعد رد الفعل بعد نهايه المباراه. صح. كلامك كابتن. طبعا طبعا نتمنى النادي الاهلي طبعا الفوز. ماتش بكره ماتش صعب جدا. اعتقد الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن ان النادي الاهلي احرز، نادي الوداد جاب جون في النادي الاهلي في استاد القاهره، جمهور مالي الاستاد، حاله تشاؤم كبيره جدا من الجمهور، حتى حسين الشحات لما طالع كان زعلان. معظم